بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جربت هذه الوصفة تاع لي بابا. عجبتني النتيجة تاعها بزاف. للشيف محمد تاع سعيدة طباخ الأعراس، فبغيت نشاركها معكم. نشوفوا المقادير. نحط 2 حبات بيض وقرصة ملح، وندرب بالخلاط الكهربائي، ولا ما عندكش الخلاط الكهربائي ضربي بالفوي. تنجح لك الوصفة. نزيد نص كاس سكر، نواصل ندوب كل السكر مع البيض، ثم نزيد نصف كاس حليب، ندرب. اما الزيت نصف الكاس نقصه منه شويه، يعني اقل من نصف الكاس، ونحطه ونخلط السوائل مع بعض. ثم نزيد مغرف صغير على فاني، مغرف متوسطه، وقشور الليمون، وعصير نصف حبه ليمون. ما عندكش الليمون حطي معطر، مغرف صغيره من لاغوم تاع الليمون. ايوا. ونزيد نصف كاس سميد رطب، ونصف كاس لا شابلور، ونصف كاس نواة كوكو. ما عندكش نواة كوكو تحطي كاوكاو مطحون. مغرف ونصف فرينة، ووحدة خميرة كيميائية. ما عندكش نواة كوكو تحطي الكاوكاو، ما عندكش الكاوكاو تكمليها بلا شابلور ولا بسميد، ديري نصف كاس شابلور ولا سميد رطب، يعني تكملي هذه الكمية المتوفر عندك ديريه. تخلطي كل المقادير، وتجيبي لي مول تاعك، تكوني دهنتيهم بالزيت وغبرتيهم بالفارينة، وهنا تكوني شعلتي الفرن على 180 درجة قبل ما نبدا العمل تاعي، نخليه يسخن وراني نخدم. اذا نبدا نعمر فيهم، وما نعمرهمش كامل لانه رايحين يتنفخوا في الفرن. وهنا الا بغيتي تضاعفي الكميه ديري 4 بيض، كاس من كل حاجه، فقط الفارينة تحطي نصف كاس، وزوج خميره كيميائيه تخرج لك كميه اكثر. هذه الكميه خرجت 10 حبات هكذا. تعمريهم كامل. بزوج مغارف ونص، أو هذا المول متوسط، يعني إذا كان مول أصغر تحصلي على كمية أكثر. هذه هي ندخلها للفرن على 180 درجة مدة 20 دقيقة، يطيبوا من تحت ويتحمروا، يبداو يتحمروا من فوق. نشعل لهم من الفوق، نحمرهم ونخرجهم. والحاجة المليحة في هذا البابا تاع السميد أنه ماشي لازم يعني نخرجهم ونشربهم، يعني تخليهم حتى يبردوا. هاي تنزعيهم بالظهر تاع السكينة، دوري بسهولة يتنزعوا يطيروا، تحطيهم على جيف، تخليهم يبردوا والشربات بارد وتتشربيهم. اذا الشربات حطيت كاس ونص سكر مع 3 كيسان ماء، تخليهم يغلوا مدة 5 دقائق وتنحيهم. تغطسي لي بابا تاعك، ما تخليهمش يطولوا، يعني غير تغطسيهم ويتشربوا تمتم، تحسيهم تقلوا تخرج تنزعيهم باش ما يتفتولكش في الشربات هكذا. وهنا الا بغيتي تديري كميه اكبر، ويعني تدسيهم في الكونجيلاتور حتى نهار اللي تسحقيهم تخرجيهم وتشربيهم عادي. يكون عندك مناسبه ولا عادي تخليهم. زيدي تبغي تزيدي الشربات هكذا، انا ما زدتهش كامل، هاي شويه، تخليهم يتشربوا مليح من الداخل. هذه هي. وتحطيهم عند التحضير، تدهنيهم بالناباج ولا المربى يعطوك لمعان. ثم انا زينتهم بالكريم شونتيي والكارز المصبر. ما عندكش ترشي عليهم فقط مكسرات، كاوكاو مطحون. وهنا قسمت حبة، يجوا مشربين ويجوا طريين وتجي نتيجة ما شاء الله. يعني هذا الوصفة ناجحة من أول تجربة. هذه هي الوصفة، وبالصحة والراحة، وشهيتكم في الجنة، وإلى الملتقى إن شاء الله.